ريال مدريد ينافس باريس على موهبة كأس العالم. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما هي الصفقة التي تتمناها لريال مدريد هذا الصيف؟ شاركونا بالتعليقات. يكثف ريال مدريد وباريس سان جيرمان من جهودهما للحصول على توقيع الموهوب رافائيل لياو الذي يقدم مستويات طيبة مع البرتغال في كأس العالم. وأقنع لياو الجميع بقدراته في الدقائق التي لعبها في المونديال حتى الآن، ويطالب جمهور البرتغال المدرب فرناندو سانتوس بمنحه المزيد من الفرص فيما هو قادم. وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا، فإن وسائل إعلام فرنسية أكدت على وجود تركيز متزايد لدى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان لويس كامبوس على إحضار لياو. وأشارت التقارير لتأكيد صحيفة آسي الإسبانية على أن كارلو أنشيلوتي طلب لياو لتدعيم صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة. وكان نادي تشيلسي قد أبدى اهتماما بخدمات لياو في حين ارتبط اسمه بخطوة انتقال محتملة لنادي مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن بقاء لياو في ميلان ومدى إمكانية تمديد التعاقد مع الطرفين، خاصة مع رغبة اللاعب الشاب في رفع راتبه، وذلك بعد إنجازه المتمثل في الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي. ويبلغ لياو من العمر 23 عاما ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويرتبط بعقد يمتد حتى عام 2024 مع ميلان. وكان قد فتح أنطونيو والد البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان الباب أمام انتقاله إلى فريق آخر، إذ لم يتفق على شروط العقد الجديد مع الروسونيري. وينتهي عقد لياو مع ميلان في صيف عام 2024، ويرفض اللاعب البرتغالي حتى الآن كل عروض التجديد في قلعة السان سيرو. وقال أنطونيو في تصريحات لصحيفة ريكورد البرتغالية: نعمل على تمديد بقاء نجلي مع ميلان. وتابع: لكن حتى نهاية العقد في عام 2024 قد يكون كل شيء متاحا، لا يتعلق الأمر فقط بتشيلسي أو برشلونة أو ريال مدريد. وأضاف: لياو يحب الإقامة في إيطاليا، كما أن لديه ولع خاص بالإيطاليين. وختم: حصل لياو على لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، ليس لأنه يبدو جميلا لكن ببساطة لأنه الأفضل. متابعينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.